بيير فوغل، رجل ألماني، بطل ألماني في الملاكمة، رجل من أكبر الدعاة في أوروبا الآن. ما كان مسلم ولا كان يعرف الإسلام. أسلم بعد ما جرب 4 أديان أو 3 أديان، أخيرا أصبح لا دينيا ملحد. جرب النصرانية، جرب اليهودية، جرب الهندوس، ثم جرب أن يكون لا دينيا واستقر عن هالشيء. كنت أسمع عن الإسلام يقول، لكن بشكل مشوه، إن الإسلام دين عنف ودين إرهاب ودين قتل ودين تشويه ودين منبوذ. وأنا لي وش الإسلام؟ حاذف الإسلام من قاموس حياتي. جاني رجل نصراني جالس عندي قال: إيش هدفكم؟ قال: هدفنا تدمير الإسلام. يقول: استغربت، قلت: اليهود نفس الحكي، الهندوس نفس الحكي، الملحدين نفس الحكي، ليش تركزون على الإسلام؟ إيش سوى لكم الإسلام؟ يقول: الإسلام في مرحلة ضعف، لا سوى ولا احتل ولا ضرب ولا. يقول: مستغرب، فضول من عندي. قلت: إيش أعظم كتاب عند المسلمين؟ أسأل أخوياي، قالوا: القرآن. الكتاب المقدس عند المسلمين القرآن. يقول: أخذت قرآن مترجم معاني كلماته للألماني. يقول: فتحت على الفاتحة، ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة. يقول: ما فكرت إلا وصلت آخر القرآن إلى سورة الناس، ختم القرآن كامل. يقول: كل ما أقرأ تساؤلات تنحل عندي. يقول: صدري ينشرح، تلذذت بهذا الكتاب، أدمنت هذا الكتاب. 7 شهور ظليت وأنا أحافظ على القراءة عن الإسلام. يقول: والله 7 شهور ماني بمسلم، ومع هذا أصلي الصلاة ال5 في المسجد. ليش يا بيير؟ قال: ارتاح نفسيا. يقول: وانا ملحد كنت ما انام الا بحبوب الاكتئاب، ابرة المهدئة، يا دوب انام، هجوس عندي دائما افكر بالانتحارات. يقول: لكن يوم اصلي ارتحت. هو كافر. 7 شهور ثم يعلن اسلامه. الان من اكبر الدعاة الى الله في اوروبا. انا نفسي لو كان في بروجيكتر كنت عرضت لكم مقطع من مقاطع بيير فوغل. تخيل في مدينة فرانكفورت في ألمانيا، معود ينه كبير والسماعات نفس السماعات هذه، ثم وقف يا اخوان في فرانكفورت، ساحة قدامه 5000 10,000 رجل وامرأة، منهم مسلمين وكثير منهم كفار نصارى ويهود. اخذ المايك، تكلم ساعة واحدة عن الإسلام، تكلم ساعة واحدة عن الإسلام في ألمانيا. ثم آخر اللقاء قال: يلا من يريد الإسلام فليخرج. خرج أكثر من 20 رجل وامرأة يريدون الإسلام، يغيرون. ناس تبي تطلع، ازدحم الموقف، الناس طلعت على المسرح، صار ازدحام. قال: اللي يريد الإسلام يردد معي الآن شهادة التوحيد. وكل نرددها جماعي، يقول للناس، ثم يقول: أشهد، الناس كلها أشهد أن لا إله إلا الله. ثم يا إخواني وصل يوم قال: وأشهد، والناس أشهد أن محمد كله محمد. والله العظيم هذه الكلمة أبكتني. تدرون ليش؟ أنا فكرت فيها. قلت: النبي عليه الصلاة والسلام له 1400 سنة، بعد النبوة ما خرج من جزيرة العرب على الصحيح، وما رأى البحر، وأمي لا يقرأ ولا يكتب، وكان بالمدينة وفي مكة ولا القرى اللي حوله. ومع هذا بعد 1400 سنة يوصل حس النبي عليه الصلاة والسلام، ويوصل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ألمانيا، وقدامك قدام عينك الجموع كلها تشهد أن محمد رسول الله، على الحرب للإسلام، على الكذب، على التشويه، على الأمور كلها. مع هذا الآلاف في ألمانيا يرددون شهادة التوحيد، يذكرون النبي عليه الصلاة والسلام. بعد النبي عليه الصلاة والسلام طلعوا كذابين كثير، طلعوا دجالين كثير. ليش الله يخمد أسماءهم ويخلد اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليتعلم أنا وأنت أن الدين حق، والله الدين حق. وحتى كثير من النصارى يعترف، كثير من اليهود يعترف أن الإسلام حق، وكثير من الملحدين مسكين ضايع مشوش فكره، ما بحث عن الإسلام مزبوط، ما بحث عن الإسلام زين. شباب حنا للأسف ضيعنا الدين، عبالنا الدين بس بالمسجد، ما ندري ان الدين اصلا في الطرقات.
الدين في البيت، الدين في نفسك أنت تطبقه. للأسف ما عرفنا الله مضبوط، عشان كذا بدينا نتأفف عن الإسلام، ما طبقنا الإسلام صح. أقسم بالله لو أخذت أقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام فحبيته، شوف لفظ الكلام، يقول حبيته، عشقت شخصيته، هذا إنسان عجيب. هذه الصفات ما تكون إلا بنبي. قرأت حتى من كتب النصارى وقرأت من كتب المسلمين فتطابق القولين. قلت هذا ما يكون إلا نبي، فأعلنت إسلامي، فأنا أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أسألكم بالله لو دخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام الآن إيش يكون نظرته عنا؟ لو دخل بيوت المسلمين الآن عليه الصلاة والسلام إيش يكون نظرته عنا؟ لو دخل شارع المعارض، شارع مدري إيش، ودخل شباب الأمة، هج ودج وضياع وخمور ودعارة، إيش بيقول؟ إيش بيقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام بكت آية، نزل جبريل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بكى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا جبريل تضيع أمتي الصلاة؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام حزنان علينا. يا جبريل تضيع أمتي الصلاة؟ قال جبريل يا محمد سوف يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل.